يا أحباب، جاء 50 شابا يحملون سيوفهم وسيوفهم تقطر دما، يريدون أن يرتكبوا أعظم جريمة في التاريخ، أعظم جريمة في التاريخ، ألا وهي اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جاء النبي إلى الغار وحاصر هؤلاء 50 شابا للغار وسيوفهم تقطر دما، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر ينظر ويرى، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبتسم. يا أحباب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ لا يقلق في الحياة من كان له أب، فبالله عليكم كيف يقلق من كان له رب؟